مساء الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين. خلاص لسه ايام قليلة قوي على العيد وبيجيلي اسئلة كتير عن فنادق في دهب. النهاردة هقولكم على 3 فنادق في دهب حلوين جدا جدا، سواء بقى رايحين تقضوا اجازة العيد او رايحين هانيمون. فالفنادق دي مناسبة جدا واسعارها متوسطة. بس قبل ما ابدأ، واللي لسه اول مرة يشوفني، انا شروق بقدم محتوى عن السياحة والسفر جوه مصر وبره مصر، والفنادق واسعارها واهم مميزاتها وعيوبها. فلو عايزين تسألوا اي سؤال اكتبوا تحت في التعليقات وانا هرد عليكم. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة علشان يوصلكوا جديدنا اول باول. رحلات دهب من اجمل الرحلات اللي ممكن نطلعها، ودهب مليانة فنادق حلوة جدا، كل المستويات وكل الفئات، من فنادق اقتصادية لفنادق متوسطة لفنادق 5 نجوم. فالنهاردة الفنادق اللي انا هقولها لكم هي فنادق متوسطة، مش غالية ولا رخيصة. انا دايما بقول لكم على فنادق اسعارها بتكون اقتصادية او متوسطة. بس ان شاء الله هعمل لكم فيديو كمان عن الفنادق ال5 نجوم اللي في دهب، لان في ناس بتسألني دايما عن فنادق 5 نجوم. فانتظروا فيديو كمان كام يوم هينزل عن الفنادق دي. بالنسبة للفنادق اللي هنتكلم عنها النهاردة، فاحنا هنبدأ بفندق حلو جدا جدا. فندق 4S ده فندق 3 نجوم. ممكن يبان ان 3 نجوم مش هيبقى حاجة حلوة قوي، بس في الحقيقة اديله 10 من 10 ونجمة. فندق جميل جدا، هو في المشربة صف تاني، بينه وبين الممشى 600 متر، يعني 5 دقايق مشي او اقل. الفندق الغرف بتاعته واسعة وجميلة جدا ونضيفة، فيها شاشة وتكييف وميني بار وتويلت، والغرف كلها بتكون الفيو بتاعها البحر او البول او الجبال. ايا كان الغرفة اللي اقامتك هتكون فيها، فالاطلالة جميلة جدا والخدمة كمان كويسة جدا. كمان بيقدموا الفطار على التراس، وفي بار ومطعم على السطح، وفي قعدة بدوية كمان حلوة جدا، وفي كافيه بيقدم جميع المشروبات، فالقعدة بتكون لذيذة ورايقة جدا. في بول طبعا، وفي اكوا بارك صغيره بس لذيذه جدا، وفي كمان كيدز اريا وترامبولين للاطفال، وفي ترابيزه بلياردو. التجربه بجد هتكون جميله قوي وهتعجبكم. كمان الاستاف هناك محترم ومتعاون جدا. بالنسبه للسعر، فالسعر متوسط، مش غالي ولا رخيص، بس طبعا متغير من وقت للتاني. فاللي عايز يعرف يقول لي التوقيت اللي حابب يروح فيه وانا هقول لكم متوسط سعر. طبعا زي ما قلت لكم الفندق هو صف تاني فملوش بيتش، بس الممشى طبعا تقدروا تنزلوا في اي مكان البيتش زي ما انتوا عايزين. كمان طبعا هما بيوفروا كمان دايفنج وسنوركلينج، بس لو انتوا عايزين كمان في هناك مراكز خاصة بالدايفنج في الممشى، فتقدروا تختاروا اي مكان انتوا حابين تعملوا معاه دايفنج او سنوركلينج وتعملوا من هناك من الممشى. بجد بتكون تجربة حلوة جدا. طبعا الفندق ده شركات السياحة كمان بتوفره بأسعار كويسة، فتقدروا تختاروا شركة سياحة يكون موثوق فيها وتحجزوا معاها. كمان بتكون شاملة انتقالات ذهاب وعودة، فبيكون كمان السعر كويس جدا. تاني فندق معانا وهو فندق جنة سينا. الفندق موقعه بيكون في اللاجونة، بيكون بعيد عن الممشى 5 دقايق بس بالعربية. جنة سينا البيتش الخاص بيها هو من أجمل الشواطئ اللي في دهب، هو شاطئ رملي ممهد، وده هيفيدكم جدا كمان لو معاكم أطفال أو الناس اللي بتحب البيتش يكون رملي مش صخري. وفي نفس الوقت كمان في مارينا للي عايز يعمل سنوركلينج. كمان الفندق مناسب جدا للشباب والعائلات، وكمان مناسب للهانيمون. بالنسبة للغرف، في نوعين من الغرف، في غرف موجودة الفيو بتاعها بتكون على البول، والنوع التاني بيكون واخد شكل البانجلو. فتقدروا تختاروا الفيو اللي يعجبكم، سي فيو او بول فيو او جاردن فيو زي ما انتوا حابين. غرف الفندق كمان مجددة ومريحة مكيفة. كمان الغرفة بتحتوي على ميني بار وشاشة ووحدة تخزين وحمام واسع، في كمان وحدة شاور ومراية كبيرة. كمان الفندق مساحته كبيرة مش صغير، وفي مساحات خضرة كتيرة، وموجود كمان كيدز اريا للأطفال. فالفندق بجد حلو جدا وهيعجبكم. كمان الفندق موجود فيه 4 مطاعم بيقدم فطار وعشاء وسناكس ومشروبات، في كمان 2 بول وفي بار للمشروبات. كمان بيكون في فقرات بالليل حلوة جدا، يعني هتستمتعوا جدا في الفندق ده. قعدته لذيذة، وكمان الناس اللي بتحب الفنادق الكبيرة فده هيكون مناسب جدا ليكم.
فندق جنة سينا باشوفه من أجمل فنادق دهب، كمان اللي بيميزه إن هو في قلب اللاجونة. الbeach بتاعه رملي من أجمل الشواطئ. القعدة بجد ممتعة جدًا، أنت قدامك البحر والجبال، فبجد المنظر بيكون حلو جدًا. كمان جنة سينا كمان من الفنادق اللي بتكون متوفرة مع شركات السياحة بأسعار كويسة جدًا، وبتكون برضه شاملة انتقالات ذهاب وعودة. ده بالنسبة طبعًا للمصريين أو حتى الأجانب اللي هينزلوا القاهرة الأول يعملوا مثلًا سياحة وعايزين يطلعوا مع شركة سياحة. تمام. كمان ممكن تقدروا تحجزوا كمان عن طريق booking، كمان بيكون السعر كويس جدًا. بس عايزة أأكد على حاجة مهمة تاني، إن ضروري جدًا قبل ما تحجزوا مع شركة سياحة تتأكدوا إن هي شركة مرخصة وليها مقر على أرض الواقع، علشان تتجنبوا أي عملية نصب ممكن تحصل. كمان عايزة ما ينفعش نكون وصلنا بقى للنقطة دي وتكونوا نسيتوا تفعلوا زر الجرس وتعملوا اشتراك ولايك علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. ولو عندكم أي كومنت أو استفسار عن أي حاجة سيبولي تعليقاتكم وأنا هرد عليكم. كمان ما تنسوش تشوفوا فيديوهات الخاصة بالعيد بالنسبة لشرم الشيخ والغردقة اللي أنا نزلتها، هتفيدكم جدا. هسيبها لكم في الآي فوق، وهسيب لكم اللينكات في الوصف تحت. كمان عايزة اقول لكم ان دهب مش مقتصرة عن الفنادق بس، لا دهب مليانة خروجات وانشطة ممكن تعملوها. دهب جميلة جدا ومن اجمل البلاد اللي ممكن تزوروها، فيها انشطة كتير جدا. ده غير المحميات الطبيعية اللي موجودة فيها واللي متصنفة من اجمل المحميات الطبيعية في العالم. كمان هتلاقوا هحط لكم في الاي فوق فيديو كنت نزلته عن اهم حاجات تعملوها في دهب، وهسيب لكم كمان اللينك في الوصف تحت. تالت فندق بقى هنتكلم عنه النهارده وهو فندق بنجوين. ده بيكون يا جماعة في الممشى، هو فندق حلو جدا وهتكون تجربة مميزة جدا جدا. الفندق صف أول على البحر، موقعه مميز جدا ومش كتير هتلاقوا الموقع ده، ويكون مستوى حلو في نفس الوقت. فالفندق بجد هيعجبكم جدا وهتكون تجربة حلوة جدا. الفندق مكون من دورين، وغالبا 80% من الغرف بتطل على البحر. كل الغرف بيكون فيها شاشة وكاتل ومشروبات وتويلت خاص بكل غرفة. الفندق ده واخد تقييم عالي جدًا على booking، ليه guest وبيحبوه جدًا. فكمان في واي فاي في كل الغرف مستوى النضافة فيها كويس جدًا والview حلو جدًا جدًا. كمان في كافيه على البحر على طول شغال 24 ساعة، فالقعدة بتكون حلوة جدًا، بحر وجبال قدامك، فالمنظر بجد رائع. في طبعًا أكتر من طريقة لو عايز تحجز الفندق ده عن طريق booking أو الفندق نفسه direct أو عن طريق شركات السياحة. طبعًا ميزة شركات السياحة إن زي ما قُلت لكم قبل كده إن هي بتوفّر انتقالات ذهاب وعودة وبتكون الأسعار كويسة. كمان بالنسبة للناس اللي أول مرّة تروح، فبيكون الoption ده أنسب حاجة ومريح أكتر بالنسبة لها. بالنسبة للguest بقى اللي جايين من برّه مصر ممكن تحجزوا عن طريق booking. طبعًا بالنسبة كمان للرحلات الداخلية اللي بتكون جوّه دهب، فاللي جايين مع شركات سياحة الشركة بتوفّر لهم الرحلات الداخلية طبعًا اللي هيعملوها. لو حد جاي بقى عن طريق booking أو عن طريق الفندق نفسه، ففي طبعًا مكاتب داخلية كتير أوي في الممشى، تقدروا تشوفوا إيه أنسب سعر ليكم أو أكتر مكتب بيقدّم الرحلات دي بأنسب سعر، وتختاروا اللي أنتم عايزينه. كده أنا قُلت لكم على 3 فنادق في أماكن مختلفة، جنة سينا في اللاجونة و4S في المشربة، بينه وبين الممشى 5 دقايق بس مشي أو أقل. فندق بنجوين بيكون في قلب الممشى. فال3 فنادق بجد أيًا كان الفندق اللي هتختاروه فهو هيكون اختيار حلو جدًا مش هتندموا عليه. كمان الأسعار مش عالية أوي، فبجد أنصحكم بيهم جدًا. كمان أنا منزّلة فيديوهات تانية لأفضل فنادق دهب، هاسيب لكم برضه في الآي اللي فوق، وهاسيب لكم اللينكات في الوصف تحت. عايزة كمان أقول لكم إن أنا مش شركة سياحة، أنا بارشّح لكم بس الفنادق أو أماكن معيّنة. أنا بارشّح بس مش باحجز.
فاللي بيسأل على الأسعار أنا بقول الأسعار في التعليقات للي بيسأل، لأن مش هقول أكيد في الفيديو. الأسعار متغيرة وممكن حد يكون بيشوف الفيديو بعد شهر مثلا، فأكيد السعر هيكون اختلف. فاللي عايز يسأل عن سعر حاجة معينة يقول لي هو عايز يروح امتى، وأنا هقول السعر اللي هيكون في الوقت ده. وقبل ما اقول لكم باي باي، عايزه اقول لكم ان احنا هنا عندنا في قناه فكره وسفريه بتكلم فيها عن السياحه والسفر، سواء سياحه داخليه او خارجيه، وافضل الرحلات اللي ممكن تعملوها في مصر، سواء بحر ابيض او بحر احمر، وترشيحات الفنادق وافضل الرحلات واماكن الخروج. فلو مهتمين بالمحتوى ده وبتحبوا السفر، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم جديدنا اول باول. ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك ومشاركه علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ويهمني جدا ان اعرف رايكم في الكومنتس، ولو عايزين اي استفسار عن اي حاجه سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. وباي باي.